بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن أنواع الهداية. أما يجي واحد يدعي لك ربنا يهديك أو يقول ربنا يهدينا جميعا. الهداية يا جماعة نوعين كما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله. الهداية هداية دلالة وهداية إعانة. طب إيه الفرق بين أنواع النوعين دول؟ يعني إيه هداية دلالة؟ يعني ان ربنا يدلك على الاسلام، ودي الحمد لله كل الامه الاسلاميه احنا واخدينها بالوراثه. يعني ربنا هدينا بالدلاله ولازم نحمد ربنا على نعمه كبيره، ونعمه الاسلام دي يا جماعه نعمه كبيره جدا. مش هنعرف قيمه امه سيدنا محمد وامه الاسلام، قيمه دين الاسلام غير يوم القيامه صدقوني. فدي هدايه الدلاله. في بقى كمان هدايه الاعانه على الخير. هداية الإعانة دي إن ربنا يعينك على طريق الصراط المستقيم، يعينك إنه يبعدك عن المعاصي، ويعينك إنه يهديك يحبب إليك الطاعات، ويديك همة من عنده على الثبات على الطاعة والبعد عن المعصية. فدي اسمها هداية إعانة. فاحنا لازم نحمد ربنا نعمة كبيرة جدا على ان احنا كلنا عندنا هداية الدلالة، واللي مش مسلمين او اللي دخلوا الاسلام حديثا هم اللي يقدروا قوي النعمة دي. وندعي ربنا دايما بالهداية الاعانة، ان ربنا يهدينا جميعا ويعيننا على الطريق او الصراط المستقيم. واحنا بنقول كده في الصلاة وهدينا الصراط المستقيم. دي المقصود بها هداية الإعانة. ودايما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.